أننا سوف نلتقي بامتحانات آخر العام من بعد أيام قلائل، وأتمنى من الله عز وجل أن ننال إعجاب الجميع وأن ننال ثقتهم وأن نكون عند حسن ظنهم وأن نجعل هذا العمل خالصا لوجه الله الكريم. وهذه فرصة قيمة ورائعة من أجل أبنائنا الطلبة والطالبات من أجل إصدار دروسهم والتركيز على العناصر الأساسية والأفكار الرئيسية التي تطرق لنا من خلال هذا التفاهم. تأتي أسئلة مختارة في مقر الامتحان، وأرى أيضا أن هذه الفترة الأخيرة هي فترة مركزة من المراجعة والاستذكار والتركيز، فعلى الجميع المتسابق وغير المتسابق عليه التركيز لهذه الأسئلة التي ربما قد تكون شبه أسئلة محتملة في الامتحان في آخر العام. ويشاركنا أيضا اليوم أستاذنا الفاضل والمحترم الأستاذ محمد سعد الله الزحل كونه مديرا لهذه المدرسة أن يتولى إعلان النتيجة العاجلة والمنطقية لهذا اليوم. والأستاذ كمال ياسين حال كونه أخصائي الصحافة المدرسية للمدرسة والإعلام التربوي أن يتولى إعلان ومراقبة الفصل الأول وهو فصل البنين رابعة أول. والأستاذ علي فرج محترم سوف يكون مراقبا للفريق ده وهو فريق البنات وهو فصل أيضا رابعة أول. والأستاذ وليد مراد سوف يكون مراقبا للمباراة، وعلى أي تعديلات أو نقد فعليه أيضا مشكورا أن نستمع إلى رأيه ونحترم رأيه. أولا الفريق الأول يتفضل بتقديم نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد إمام رابعة أول. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد محمد الثالث فصل رابعة أول. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد الثالث فصل رابعة أول. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد محمود فصل رابعة أول. تعالوا ما تخافش. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد فصل رابعة أول. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد فصل رابعة أول. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد فصل رابعة أول. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد فصل رابعة أول. جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد عبد الفتاح فصل رابعة أول. ماشي. أحمد عماد. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل رابعة أول. نحيي الفريق ألف. ولا يسعد ان استمعنا الى اسماء الفريق ألف فليتفضل الفريق ده بتقديم نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. صوت عالي شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة أمنية أنا فصل رابعة أول. جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة محمد أحمد عبد الله فصل رابعة أول. بسم الله الرحمن الرحيم. غيرة محمد عبد فصل رابعة أول. جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. أسماء الطلبة محمد فصل رابعة أول. بسم الله الرحمن الرحيم. زي محمود أحمد فصل رابعة أول. قرب شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة محمد فصل رابعة أول. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة إسماعيل فصل رابعة أول. قربي عليه شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة رجل محمد عاصم كمان يلا في النص طيب. فصل رابعة أول. بسم الله الرحمن الرحيم. هاجر حاجة يعني الحمد عبد الرازق فصل رابعة أول. ركز بقى. نحيي الفريق ده. سوف تكون أسئلتنا بإذن الله اليوم أسئلة متنوعة في شتى فروع اللغة العربية. تكون مستعدا دائما للأسئلة وأعد ذهنك جيدا لكي تتلقى الإجابة المنطقية والنموذجية والدقيقة والرائعة لهذه الأسئلة. السؤال يقول من درس نباتات تصيب الحشرات. ألف ليس من الغريب أن تمتص النباتات غذاءها من التربة، ولكن الغريب والعجيب أن نرى نباتات مختلفة تصطاد الحشرات. ألف معنى الغريب. المأمور. معنى الغريب. العجيب. العجيب. إجابة صحيحة. مضاد مختلفة. أليفة. أليفة معنى مختلفة. مقاتلة. إجابة صحيحة. هل هناك نباتات مختلفة وقاتلة تصطاد الحشرات؟ نعم. اذكر أمثلة للنباتات التي تصيد الحشرات. نبات السنين أحمر نبات السين أو الصف. إجابة صحيحة. سمي نبات القدر بهذا الاسم كما السبب. لا يوجد الإله. وذكر القدر. إجابة صحيحة. هل تعرف شيئا عن نبات السنين الأحمر؟ لا. اذكر ما تعرفه عن هذا النبات. له في الآن مقطوعات أغلب الوقت ولو شكل رائع وألوان باهرة وهكذا. إجابة صحيحة. هل يصطاد هذا النبات الحشرات؟ نعم. كيف يحدث ذلك؟ لا يزال الصحات وإذا حطت عليها حشرة تنغلق الغشاء تموت الحشرة وتعاملت الهدم والاضطراب. إجابة صحيحة. هل هناك نبات آخر اسمه؟ السيف. ماذا تعرف عن هذا النبات؟
نبات يجب الحشرات المادة حلوة تتكون على حد الوقت. وماذا يحدث الحشرة عندما تقف عليه؟ تنزل إلى أسفل من الطريق أن تستطيع لا تريد لأن جدران المدائن من الداخل خناقات الملمس معينة وانغرق الغطاء والأمور الحشرة تستعمل الهواء. إجابة صحيحة. هل ترى سببا منطقيا لاصطياد النباتات الحشرات؟ لتحت هذا الكنزوز. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة ومنطقية. السؤال سؤال من فرع النصوص. سؤال يقول البيت الأول الذي قاله الشاعر الغنى عبد السلام يقول إني رأيت لما في حيرة بين الجبال لم تفتح عنها السحاب وحدها فوق الجبال. ماذا شاهد الشاعر؟ وأين؟ وما حالها؟ ولما؟ لا لأن الطعام كما تقول وإنك مفرد. هل استطاعت النملة أن تخرج من هذا الموقف؟ لا. كيف؟ ماذا فعلت النملة كي تخرج من هذا الموقف؟ استعدادت على إخراجها وطبيعة الحداد. شكرا جزيلا. ماذا فعلت النملة عندما عجزت عن رفع وحمل الطعام؟ نادت على إخراجه. نادت على أخت لها أولا. وهل استطاعت النملتان أن تحمل الطعام؟ لا. ولما؟ لأن الطعام كان تخرج. إجابة صحيحة. أكمل جاء النمل لإخوانه بنقط. الحداد. ولما؟ يضر له الطعام. وهل استطاع النمل أن يضر الطعام؟ لا. بكيف أو ما السبب؟ بالحداد. إجابة صحيحة. نتعلم من النمل نقط. تعالج. صفة أخرى. عزمها الإسراء. إجابة صحيحة. صفة ثالثة. النظام. إجابة صحيحة. التعاون، النظام، النظام. صفة رابعة. النظام. إجابة صحيحة. صفة خامسة. التعارف. كل هذه الصفات. الاتخاذ. صفة سادسة وذكرناها في المراجعة. صفة سادسة. إجابة صحيحة. ننتقل للفريق الثاني. السؤال يقول أقصد جيدا بهذه الفكرة ثم أجب على الأسئلة التي تليها. من موضوع هناء على سطح القمر. رأت هناء في منامها أنها ترتدي ملابس الفضاء، ملابس رواد الفضاء، وتركب مركبة الفضاء وتنطلق بسرعة رهيبة إلى سطح القمر. ألف مراد نوم. إجابة صحيحة. مضاد نوم. إجابة صحيحة. هل نامت هناء؟ ماذا رأت هناء في منامها؟ ترتدي ملابس الفضاء وتركب مركبة الفضاء وتنطلق إلى القمر بسرعة رهيبة. هل تعرفين شيئا عن القمر؟ نعم. قل بعض المعلومات التي عرفتيها عن القمر من خلال فهمك لهذا الفهم. القمر جميل لا له نور ساطع غنى بجماله الشعراء صعد عليه رواد الفضاء. القمر لا مليء الصخور والكواكب والجاذبية فوق ضعيف. شكرا جزيلا. لهذه الأسباب هل تعتقدين أن هناك حياة على سطح القمر؟ لا. ما السبب؟ لا يوجد طعام أو شراب أو أمر. إجابة صحيحة ورافعة. ماذا قال أحد رواد الفضاء عندما وقفت قدمه سطح القمر؟ قد شعرت بأني بعيد جدا. إذا شعرت بأني بعيد أمام عدم القمر. الإجابة ليست بصحيحة كما قلت. ماذا قال؟ فرصة أخرى. ماذا قال رائد الفضاء عندما نزل على سطح القمر؟ لم أشعر أني لا. بل شعرت أني بعيد أمام عدم القمر. إجابة صحيحة. متى كان هذا الفعل؟ يوليو عام 1969. إجابة صحيحة. ماذا فعلت هناء قبل الساعة 10 وماذا فعلت أيضا بعدها؟ قبل الساعة 10 أخذت وجبتها المدرسية وتابعت ما قرأته في المكتبة. وبعد الساعة 10 أغلقت هناء كمبيوتر وأخذت التحية على وجهها وجدتها وراحت في صباح عميق. إجابة صحيحة ورافعة ونموذجية وموفقة. السؤال يقول من نص أحب أن أكون قائل النشيد هو أحمد سويد. الإجابة صحيحة. ماذا يقول البيت الأول؟ أحب أن أكون مهندسا أمين. إجابة صحيحة. البيت الثاني يقول أفتش الفلوس إليها الفلوس. ألف ماذا تمنى مروان كما فهمت من البيت الأول؟ أن يكون مهندسا. مهندسا أمين. وما صفة المهندس كما فهمت من هذا النص؟ أمين. أيضا ما عمل المهندس كما فهمت؟ أفتش الفلوس بالعلم والفلوس. ماذا
منازل. هناك معنى آخر. أسيار. هناك معنى آخر. الطول. إجابة صحيحة. جمع العلم مضاد العلم مفرد الفنون. إجابة صحيحة. أيضا لمروان أمنية أخرى، هل تعرفونها؟ اذكري هذه الأمنية. ولا عمل محرر. يكتب السياسة أو يكتب الأدب. جمع محرر. مرادف أريب. مرادف أريب. محررا أريب. أريب. ذكي. وما مضاد أريب. إجابة صحيحة. جمع أريب. إجابة رائعة وصحيحة. هل تعرفين معنى كلمة الأدب؟ القول الجميل من القول شعرا أو جسم. إجابة أو نثرا. إجابة صحيحة. جمع أدب. الأداة. إجابة صحيحة. هناك مبدأ يتمسك به الشاعر في حديثه. اذكري هذا المبدأ. ولماذا يتمسك الشاعر بمبدأ الصدق في حديثه؟ لأن في فتوح حديث أمر من الزهر. الإجابة الأخيرة. ما الكمال في قول الشاعر تذكر قولا يقال؟ يدل على أن يجب على الإنسان أن يستفيد من تجارب الآخرين ويتعلم منه. إجابة صحيحة. هناك كمال في قول الشاعر الصدق في حديث أغلى من الذهب. يدل على أن الصدق في حديث الشاعر أغلى من كل رجل الدنيا. إجابة صحيحة. تعاونوا جميعكم والخير يأتي في الوصال. ما موطن الجمال في هذا الشطر من البيت؟ يدل على أن الخير يأتي بالتعاون ويجب العمل. إجابة صحيحة. محرر الأليف من زمان. يدل على ذكاء مناعة الصحة. إجابة صحيحة. شكرا جزيلا للمطالبين المتكلمين. حتى لا يؤتي وقت المدرسة، ونترك الميكروفون للأستاذ محمد سعد الجاي مدير هذه المدرسة. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وانتم بخير. النهارده اذاعه متميزه للاستاذ علي عبد الحميد مدرس الاول للغه العربيه في المدرسه، وغدا ان شاء الله الاستاذ وليد مراد هيعمل تصادق بين تلاميذ الصف السادس في الاذاعه المدرسيه، لان باذن الله غدا اخر يوم لنا في الدراسه. نتمنى من الجميع الدوام والمواظبه على الحضور، لأن يوم الخميس إن شاء الله أجازة، وبعد كده يوم الأحد هنبقى فيه إعداد لجان والامتحانات هتبدأ يوم الاثنين 28. بنحيي الفريقين أولا على المعلومات اللي قالوها. المدرسة كلها بتحيي الفريقين. النهارده بنوزع الجوائز على الفريق الفائز فقط، والفريق الفائز من وجهة نظري ووجهة نظر الأستاذ علي فريق البنات. بنحيي البنات تحية كبيرة. الأستاذ كمال ياسين بيسلم الجوائز للبنات، والأستاذ علي بيذكر الأسماء. طالبة هلا عادل، طالبة أمنية هاني، طالبة لبنى، طالبة نيرة محمد، نيرة عوض، طالبة أسماء، طالبة داليا، الطالبة إلهام، الطالبة أسماء، الطالبة رنيم، وأخيرا الطالبة خالد. شكرا جزيلا للفريقين، وشكرا للاستاذ محمد سعد الجاد على تعاونه في اعلان هذه النتيجه، وتعاونه المسلم مع اداره المدرسه ونفسه الاستاذ علي فرج والاستاذ كمال ياسين والاستاذ وليد مراد. وشكرا لكم جزيلا، مع وعد بلقاء اخر مع برنامج جديد مع تمنياتنا القلبيه لجميع الطلاب والطالبات يوم دراسي موفق وعام دراسي مثمر ورائع، ونتمنى لبلدنا الحبيب مصر ان تحظى بابناء كرام اوفياء يعملون دائما وابدا على رفع رايتها خفاقه في السماء. شكرا لكم جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.